لم تكن تحلم بالكثير، فقط حياة هادئة، بيت صغير، وطفل تملأ ضحكته أركان المنزل. لكن القدر كما العادة لا يسير حسب الأحلام. أسماء معلمة كانت تعيش في دفء زواج دام 4 سنوات، حتى جاء الحمل الذي انتظرته طويلا. لكن ما ظنته بداية الفرح كان أول خيط في نسيج الانهيار. تغيرت، تقلبت، بكت، صرخت، ثم اعتذرت. لم يفهمها أحد، لم يحتملها زوجها ولا من حولها، فوجدت نفسها مطلقة وفي بطنها جنين وفي قلبها 1000 سؤال. ولكن من كان يظن أن المرأة التي سقطت ستنهض أقوى من الجميع، وأنها ستكون يوما الملاذ حتى لمن خذلوها. قصة أسماء ليست فقط عن الطلاق ولا عن الأمومة، إنها عن الكرامة حين لا تنكسر، وعن الرحمة حين تنتصر. ابقوا معنا لتعرفوا كيف انتهت الحكاية، وماذا قالت أسماء عندما طرق طليقها باب قلبها من جديد. كانت أسماء مدرسة مرموقة، عرفت برزانتها وهدوئها، تعيش حياة هانئة مع زوجها سامي بعد حب جميل توج بزواج دام 4 سنوات من الاستقرار والسعادة. وبعد طول انتظار حملت أسماء، لكنها لم تكن تعلم أن هذا الحمل الذي طالما حلمت به سيكون بداية اختبار قاس لروحها وصبرها. مع تغيراتها الهرمونية والمزاجية بدأت تشعر بأنها غريبة عن نفسها، تبكي فجأة، تغضب من دون سبب، تنهار لأبسط الأمور، وتحاول أن تشرح لمحيطها أنها لا تفتعل هذا، بل هي في صراع داخلي لا يفهمه إلا من مر به. لكن زوجها سامي وأهله وحتى صديقاتها ظنوا أنها تتدلع وتتظاهر لتجذب الانتباه، وكأن مشاعرها لم تعد مسموحا بها. ورغم محاولاتها المتكررة للتواصل والفهم، انتهى بها الأمر إلى الطلاق في شهرها 5 من الحمل، وهي تحمل في بطنها طفلا وقلبها مثقلا بالخذلان. لكن أسماء لم تكن امرأة عادية، كانت تؤمن أن ما كتبه الله خير، وأن الألم حين يحتسب يصبح طريقا للرفعة. أنجبت طفلها في أحسن الظروف رغم الوحدة ورغم كل شيء. كانت تتلمس يد الله تمسك بيدها في كل خطوة. ومرت السنوات وكبر طفلها ليصبح نور حياتها وسبب ابتسامتها. أما سامي فتزوج من فتاة 20 باحثا عن بداية جديدة خالية من التعب والمشاكل كما ظن. وأسماء كانت تتلقى عروض زواج، لكنها في كل مرة ترفض، فحبها لابنها وانشغالها بتربيته كانا كافيين لملء قلبها. مرت السنوات حتى جاء الخبر الصادم. سامي تعرض لحادث مروري مروع تركه مشلولا نصفيا عاجزا عن الحركة، فتركته زوجته الجديدة وقالت إنها صغيرة على تحمل عبء رجل عاجز. أمه ميتة، وأبوه مشغول بأسرته الثانية، وإخوته لا يملكون الوقت أو الطاقة لرعايته، فأصبح وحيدا منبوذا لا يجد من يعيله. وحين علمت أسماء بحاله لم تتردد، رغم الجراح، رغم كل شيء، أخذته إلى بيتها الذي اشترته بجهدها، ورعته واعتنى به ابنهما بكل حب. أعادت إليه شيئا من الكرامة التي ظن أنه فقدها. وذات مساء وهو يبكي من الخجل والندم قال لها: أسماء، هل تقبلين الزواج بي مرة أخرى لأصلح ما أفسدته، ولأنك وحدك من بقي لي؟ فنظرت إليه بهدوء وقالت: لقد سامحتك منذ زمن، لكن الزواج لا. قلبي الآن ملك لابني، ووقتي له وحده. أنا لست ملاكا، لكني امرأة عرفت قيمتها متأخرة، ولن أتنازل عنها مجددا. أسماء لم تنتقم ولم تذل، بل ارتفعت. كانت امرأة من زمن الوفاء،
لكنها تعلمت أن الوفاء لا يعني أن تلغي نفسها. كانت النهاية التي اختارتها ليست قسوة بل كرامة. مشاهدي الكرام، لو كنتم مكان أسماء هل كنتم ستفعلون مثلها؟ هل ستؤوون شخصا خذلكم ذات يوم؟ أم كنتم ستديرون له الظهر كما فعل الجميع؟ قصتنا اليوم ليست فقط عن امرأة قوية، بل عن الرحمة حين تغلب الوجع، وعن الكرامة التي لا تشترى. فلنتذكر جميعا أن المرأة الحامل ليست إنسانة مدللة، بل كائن هش يحتاج إلى حب واحتواء. ولنتذكر أكثر أن ما نفعله اليوم سيرتد علينا غدا، فكما تدين تدان. وإن كنتم تملكون في حياتكم شخصا ثمينا فلا تنتظروا أن تفقدوه لتدركوا قيمته. حافظوا عليه رفقا به ورفقا بقلوب لا تعوض. إلى اللقاء في قصة جديدة وحياة تستحق أن تروى.